احنا البلد النهارده اللي هو السؤال يظل السؤال: من يحمي مرمى مصر؟ يعني وده انا سؤال بساله للراجل اللي كان بيحمي مرمى منتخب مصر، انا وما زال انا بساله للراجل ده، فبقول لك مين من الموجودين اللي انت شايف انه ممكن يقف بين 3 خشبات مصر؟ مين اللي ممكن يحمي مرمى مصر يا عصام؟ لا بص هقول لك حاجه، انا طبعا مش هقول ذكر اسماء يعني عشان خاطري يعني ما اقدرش اقول. هو في واحد لسه محدد ان هو يخش ولا ما يخشش، هيرشح ولا لا. هو هذا الشخص لو هو رشح نفسه، انا من وجهه نظري. بس انت بتكلمني ان هو بيقول لا كبير ولا صغير. لو اتكلمنا مثلا عن عمر سليمان عنده 73 سنه. انا قلت ايه؟ انا ما اتكلمتش على حته انه يبقى يعني عمر سليمان او حاجه. انا بتكلم قلت لك شخص صغير وكبير. احنا عايزين افرض النهارده ما فيش رئيس دوله سنه صغير، يعني سنه مثلا 50 سنه. ماشي، ما اقول افرض ما فيش يبقى احنا نبص للراجل اللي هو او الراجل المحدد اللي عارف البلد دي رايحه فين، الراجل اللي كان ماسك في البلد ولا كانش ماسك، هو ماسك ولا مش ماسك، هو كان موجود ولا ما كانش موجود. اللي احنا بنبص للراجل اللي هيرشح نفسه هو ده اللي يقدر يمسك البلد، لان البلد متجهه للمجال. لازم اللي هيمسك يبقى كان عارف البلد دي كان فيها ايجابيات ايه، فيها سلبيات ايه. يعني انت من شروطك ان الرئيس اللي جاي يبقى عنده خبره، ده نمره 1. عنده خبره. طيب نرجع تاني سريعا لحراسه المرمى. احيانا في مصر الرئيس بيجي وما بيقدرش، يعني بيقف تحت 3 خشبات وما بيخرجش. السؤال بقى عصام، ده بالنسبه للراجل اللي بيحمي مرمى مصر ككل، اللي بيحمي بقى مرمى منتخب مصر، امتى شايف الميعاد المناسب ان هو يطلع من تحت ال3 خشبات؟ اللي هو قرار عصام الحضري، شايف انه لسه مستمر، ولا انت حاطط لنفسك خطة او هدف كده في مستقبل قريب بتقول بعد ما اعمل كذا هقرر بقى ان انا اقول انا كده كفايه كده؟ لا بص هقول حاجه، انا هجيبها كانها رئاسه الدوله وحته حراسه المرمى، هجيب الاثنين مع بعض. انا طول ما انا عارف منيش هقول 3 حاجات عندي في كره القدم، وهقول 3 حاجات لمصلحه البلد. 3 حاجات في كره القدم، طول ما انا حارس مرمى منيش قادر اطلع اخد اوفر من تحت من 3 عرضات، طول ما انا مش قادر اصد شوطه من بره ال 18، طول ما انا قادر مش اصد انفراد، اقول يا جماعه انا اعتزلت. حلو الكلام؟ في حته البلد، طول ما انا مش قادر اخد قرارات لمصلحه القرارات اللي هي ان انا اقدر اي حاجه عدوان يجي قدامي مش قادر ادي قدامه قرار، او انا مانيش شايف مصلحه البلد ان الاقتصاد بتاعها واقع، او الحاجه الثالثه شايف البلد بتقع، ارفع رايي يا جماعه انا مش رئيس الدوله.